هي اشتغلت على نفسها ولخصتها. هي شغاله على الفرعوني وعلى الطب القديم، عندها صوره العذراء مريم. يعني انا بحب عندها الاخ ايمان، عندها شغل ذهب زين وحاجات جميله. الحاجات دي انتوا بتصنعوها ولا يا جماعه؟ الحاجات دي بنستوردها. بتستوردوها وده مطلوب. هنا يعني انا حتى بقول للبنات احنا دلوقتي في ازمه صعبه جدا، الجرام ب 5000، مين اللي هيجيب دهب في الايام المهببه دي؟ مفيش. طب ايه المانع ان احنا نجيب حاجات من دي 4 5000 ولبست شويه حاجات شيك؟ ايه المشكله؟ فبقول للبنات اللي غير مقتدرين ايه المشكله؟ مش هم دهب ونلبس حاجات زي دي، اكسسوارات وحاجات جديده وموديلات جميله هي وحاجات حلوه قوي يا جماعه. بقول لبناتي ارجوكم نقلل في طلبات الزواج زي ما احنا بنطلب في كل البرامج، نقلل عندنا عنوس 30 مليون يا جماعه، فخشوا على الحاجات دي يلا. هي عامله نفرتيتي وعامله انا بحب مهتميه اصلا بالشغل الفرعوني ده. الشغل فعلا السياح بيبقوا يحبوا طبعا يتفرجوا عليه. عندنا لو قلنا الاهرامات، عندنا الاهرامات هي اللي عاملاها بشكل كل حاجه جميل. عامله العلب اللي بتحفظ عظيمه مدورات حاجه حلوه. عندنا الاطباق اللي بتناقش عليها شغل اخواننا في النحاسين، عاملاها بشكل جميل. الشغل ده طبعا بياخد وقت وبياخد مجهود وبياخد صحه. شفنا حاجات زي تماثيل صغيره او حاجات زي الناس بتبقى تتخيل ان الحاجه ديت تديها الطاقه الايجابيه. شفنا الحاجات دي جميله اهي. لو لاحظنا تحت الشغل للاطفال والحاجات جميل. المكان بصراحه يليق لان حاجات اهي. شفنا الفراعنه تماثيل فعلا مصغره ديت، شغل اكيد مهره ان هم يعملوا النماذج ديت بتقلب الصنع. انا رايكم يا جماعه ازيكم؟ وشفنا الشغل انا هموت على دي بس صغيره. شايفين الكمان؟ اجنبي اهو. شايفين الكمان الشياكه؟ تكبر لك تكبر لك. كل الحاجات دي فعلا جميله رسومات فرعونيه. هم بيشتروا منك الحاجات الفرعونيه دي، بتحسي ان انت مبهوره فعلا ان انتاجك هيسافر اسبانيا، هيسافر بيبقوا يتعاملوا معاكي او لغه التعامل معاهم تبقي فاهمه الحوار بتاعهم. يعني الاسباني مثلا بيتكلم لغه اسبانيه، احنا معتادين هنا على العربي والفرنساوي والانجليزي، انما اللغه الاسبانيه هو بقى بيعجبوا بيقولوا كام. يعني انت خدتي منهم واكتسبتي مهاره ان انت تبقى عارفه مثلا هم بيبداوا معاك عايزين يقول لك ايه دي سعرها كام. طبعا انا كنت في الامارات اكتر لغات اكتر لغات تعامل. انا اروح املى نفسي ونعنش واقوم داخله بقى على اللغات وبعد كده ارجع اشتري. يعني لما بيجي لك حد فرنساوي مثلا بيقول لك ايه جبت مش عارف ايه، حاجه جميله بتبقي حاسه فعلا انت مركزه وهي المعلومه، او هو عايز يقول لك مثلا عايز فستان حاجات زي كده. هو بيشوف معظم الاجانب اطباق، هم لما بيشوفوا العذراء ويشوفوا الحاجات دي ويشوفوا الرسم فعلا على ورق البردي. ورق البردي ده حقيقي صح؟ طبعا. طبعا. بتبقوا شاريين يعني زي ما تقول في مكان طبعا مكان. والرسومات دي رسومات شبابنا. في بتبقى فنون تطبيقيه او فنون جميله بيبقوا عاملين الرسومات. تقولي ايه وانت فعلا شغلك؟ حتى لو شفنا احمص ونفرتيتي في لوحه اهو، وشفنا الحاجات اللي بتبقى على المعابد هندك في لوحه اهي، تحس ايه بايه وانت فعلا حاسه ان المنتج بتاعك مصري وهيخرج بره وهيبقى الانتاج بتاعك مسمى مصر بس بلغتك انت، لان انت امتزجتي لغه القاهره العريقه والفراعنه بانه يسافر المنتج بتاعك بلد اجنبيه او بلد اوروبيه او بلد حلوه ويقوموا قايلين احنا دخلنا في طريق المعادي في اي طريق ولقيت سيده كده عظيمه بتبيع منتجات مصريه حابه بلدها حابه تشتغل على بلدها. تقولي ايه وانت بصراحه المكان كله مصري وبيوحي ان احنا فعلا في عصر الفراعنه. تقولي ايه؟ الواحد
طبعا بننبسط ان الناس بتيجي عشان تاخد فكره كويسه عن مصر مع معاملتنا ليهم، وده اهم شيء يعني. لما تبقي مع السلامه طبعا بقيتي فستة او بقيتي حاجه وهي فرحانه بيه ولبسته فجاه طبعا. كده طبعا مش هتبقى. احنا نفسنا طبعا الواحد بينبسط، بيبقى فرحان ان الناس بتيجي وتشتري حاجاتنا وتبقى مبهوره بيها زينا. هم قالوا مصر حضاره 7000 سنه، دلوقتي امتدت الحضاره ل 8000 سنه و9000 سنه، لان فعلا الحضاره ملهاش تاريخ، لان احنا اتوجدنا ولقينا الحضاره دي موجوده، احنا فرحنا بيها وفرحنا ان احنا مصريين، وفرحنا برضو ان احنا من اصل فرعوني. يعني احنا اللي بننتج للعالم كله طبعا الحاجه اللي هم بيجروا ويسعوا عليها. الحمد لله. تقولي ايه النهارده وانت في مهرجان مسمع في العالم كله وجاي دول الناس من جميع الدول وحضرتك هنا برضه مسمعه في مكان. تقولي ايه حضرتك؟ بقول ان طبعا الواحد يعني اهلا وسهلا طبعا اللي بيجوا الفندق كل الناس، ومن اي دوله طبعا بنرحب بيهم، وان شاء الله تعجبهم مصر باذن الله يعني. احنا بنقول من خلال برنامجنا انت يا مصر تعالى شوف حضاره بلدك، حضاره بلدك الاجانب بتيجي تركب اميال واميال وساعات وربما بيقعدوا في الطريق يوم ويومين عشان يشوفوا لوحه عاملها فنان مازج الفراعنه بمازج ايده الحلوه اللي بترسم على لوح البردي، رسومات جميله. احنا عندنا ده اهم لغه في العالم. كل سنه وانت طيبه وانت طيبه ميرسي جدا. التألق دايما عنوان، كل سنه وانتم وربنا يوفقكم انتوا كمان ان شاء الله.